عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فيديو جديد هيعجبكم اوي ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هقشر بقى الوش كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم حجم البيض كان اللي معايا صغير، لكن هي لو كان حجم البيض كبير كانت هتديني تورتيتين كبار ما شاء الله. كانت هتديني تورتيتين ارتفاعهم حلو، يعني كانت هتديني تورتيتين 3 طبقات و3 طبقات، لكن هي ادتني طبقتين و3 طبقات. اهم حاجه يكون نوع المحسن كويس عشان يديك نتيجه كويسه للسبونج. اهم حاجه المحسن يجي كويس. قطعت بقى اول طبقه على 8 وقطعت الاربع طبقات التانيين على 9، يعني ما شاء الله نتيجه مرضيه خالص. اعملوا بقى السبونج يا جماعه زي ما انا بعمله، ومش بخبي عليكم اي حاجه. اي حاجه بشتغل بيها وبلاقي الحاجه بتظبط معايا بقولكوا عليها على طول. اي معلومة جديدة بشتغل بيها بقولها في الفيديوهات عشان ربنا يرزق كل واحد يا رب. الكريمة بقى اللي انا اشتغلت بيها دي كريمة دريم. انا بجيب المتحدة على طول، بحب اشتغل بقى لان طبعا ما فيش زيها، فقلت اجرب. لقيت ناس بتشتغل بدريم قلت اجربها وكده واشوفها لو حلوة. سعرها 200 جنيه، سعر الكيلو ب200 جنيه. فبصراحة هي حلوة بس ما عجبتنيش عشان انا طبعا بشتغل بالمتحدة فاستغربت دي شوية. التانية طبعا الكوباية بتعمل معايا يعني بتعمل معايا مثلا 3 تورت او تورتيتين من دول. بترمي معايا كتير. دي حسيتها كده ان هي ايه مش مليالي العجان، بتسيح على طول مش متماسكة زي التانية. بس لو في ناس عاوزة تشتغل بيها هي كويسة، يعني لو ناس هتطلع عروض رخيصة وهتطلع مثلا مكسب بسيط وعايزين يجيبوها بس مش هترمي معاها، يعني مش هترمي زي اللي هي المتحدة. طبعا ما شاء الله عليها بترمي، يعني الواحد بيحط لها 2.5 كوباية مية وبتبقى تقيلة كمان. فانا كده حطيت 3 طبقات التورتيه دي، حطيت 3 طبقات وهسيب الطبقتين التانيين هعملهم تورتيه كمان. هي مفروض التانية كانت تبقى الارتفاع بتاعها زي دوت، بس زي ما قلت لكم هو البيض يعني عمل معايا الارتفاع وكده. خلاص بقى كده انا حطيت لها كريمه من النص هجلسها بقى. القعده كانت صغيره وانا مش بحب اشتغل على القعده يكون صغيره كده، بس ما كانش فيه الا هي فضايقتني شويه وانا بجلس وكده. هنجلس بقى اللي هو البني الاول في الجنب كده الاول، وبعد كده اجلس بقى الجنب الابيض. بحب اعمل جنب جنب كده الاول، بحس ان هو بيظبط معايا احسن ما اعمل حته من هنا وحته من هنا. زي ما قلت لكم الكريمه دي دريم اللي انا شغاله بيها النهارده، دي دريم. هي طعمها حلو وحلوه مش وحشه، بس انا ما حبيتهاش يعني عشان انا شغاله بريتش المتحده. ريتش المتحده دلوقتي ب250 جنيه كيلو، ب250، وفي ناس بتبيعه ب260. بس بالنسبه لي هي احسن، يعني هي احسن واريح في الشغل كمان. دي ب200 جنيه، يعني انا جبت نص كيلو قلت اجربه. النص كيلو ب100 جنيه. هجلس بقى كده من الجناب كويس. اي حتة بقى فيها فراغات وكده هحط فيها كريمة. التورتيه دي بقى اللهم صل على النبي تطلعيها ب200 جنيه، مقاس 24، يا تطلعيها ب200 جنيه يا تطلعيها ب180 جنيه. خلاص يا ب200 يا ب180. التانية بقى طلعت طبقتين هتبيعها بكام؟ ادام طبقتين هتبيعيها ب100 جنيه لانها طلعت طبقتين. لو طلعت 3 طبقات هتبيعيها ب180 او ب200، نفس سعر ديت، لان هي نفس المقاس. بس التانية عشان طبقتين اتنين مش هتبقى عالية كده، فاضطر ان انا ابيعها ب100 جنيه. حلوة قوي وهيطلع لي برضو مكسب كويس وربنا يراضي الكل يا رب. اعجن بقى الاسبونج بالطريقة ديت وان شاء الله يديك نتيجة حلوة قوي. خلاص يبقى انا قلت لكم بقى على سعر البيع كمان. تورتايه 24 بيعيها ب200 او 180. الحاجة كل يوم غالية وكل حاجة نار. الكريمة عمالة تغلى والمحسن عمال يغلى، بس مش عاوزين نغلي برضو الحاجة عشان لو غليت الحاجة مش هتبيعي.
يعني الحاجة بتبقى غالية مش هتبيع حاجة. طول ما الحاجة رخيصة وبتنزلي عروض وكده نزلي عروض على طول، تلاقي الدنيا نمت معاكي روحي منزلالك عرض كده ب150، اعمليلك تورتاية ب100 جنيه وبيعيها، اعملي 3 ب200 جنيه بيعيهم. حاولي ان انت ايه ما تلاقي الدنيا نمت معاكي تنزلي عروض حلوة، لو كسبتي فيها مكسب قليل وتشتغلي كل يوم احسن ما تفضلي قاعدة مستنية تورتاية غالية. انا عندي ان انا اشتغل في التورت الصغيرة اللي انا بيطلع لي فيها مثلا 50 جنيه 40 جنيه، لو هعمل 10 انا الكسبان. خلاص، زي ما قلت لكم هنحط بقى هنا دريبات كراميل ودريبات شوكولاتة. هي قالت لي زوقها على ذوقك، يعني قلت لها اعملها لك في صورة معينة، قالت لي لا اعملها على ذوقك. فانا عملتها لها رقيقة كده، ما كانش في حاجة في دماغي فعملتها لها كده، كانت شكلها رقيق وحلو. انا لما بلاقي بقى الدنيا ريحت معايا شوية بروح نازلة بعرض، مثلا اعمل تورتيتين مقاس 20 ابيعهم ب150، تلاقي ما شاء الله الدنيا اشتغلت. اعمل 3 تورت مقاس 18 ابيعهم ب200 جنيه. برضو بتلاقي الدنيا شغالة وحلوة، وبتلاقي في تورت بقى كبيرة بتجيلك معاهم، بيطلبوا تورتة كبيرة وتورتة صغيرة، فبتلاقي الدنيا الحمد لله شغالة وكده. لكن هتفضلي ماسكة على السعر الغالي مش هتبيعي ولا هتشتري ولا اي حاجة. خلاص، حطيت معلقة كده، حطيت عندي بسكويت هحط برضو، حطيت بسكويت اوريو. فما كانش في تزيين معين، يعني انا حطيت بقى كده بالبركة وطلعت شكلها حلو ما شاء الله. احط كريسبيات بقى ذهبي وابيض، يبقى ما شاء الله التورتايه ديت هتبقى لو هتبيعها ب200 جنيه وهتبيعي واحدة كمان ب100، يبقى معاكي 300 جنيه. حلوة قوي ومكسبها حلو، وربنا يرزقك. يعني هتصرفي مثلا 120 130، قولي 150 جنيه، هيطلع لك بقى 400 جنيه، هتطلعي مكسبك وهتطلعي اللي انت صرفتي. التورتيه التانية بقى ركنتها، هبقى اعملها واعرضها على الجروب، ما صورتهاش معاكم يعني. ده كان شكل التورتيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.